تغذية مرضى السكر في الأيام العادية وتغذيتهم في رمضان. معاكم إيمان الجندي، استشاري تغذية علاجية سمنة ونحافة ورياضيين، حوامل ومرضعات، أطفال وبالغين وذوي أمراض مزمنة. النهاردة هكلمكم عن تغذية مرضى السكر في العموم وتغذيتهم أثناء رمضان. مهم قوي نقسم الوجبات على مدار اليوم. كمان مهم قوي أقلل الكربوهيدرات البسيطة وأزود ألياف وبروتين. مهم قوي أشرب مية وأتابع مستوى سكر الدم بانتظام. طيب هحاول كمان أتجنب المأكولات المصنعة والمشروبات الغازية والدقيق الأبيض. في رمضان بقى نعمل إيه؟ في رمضان هنعمل نفس الكلام ده بس بطريقة تانية. أولا لازم أراجع الدكتور قبل ما ابتدي الصيام، وخصوصا لو أنا بحس مثلا ببعض المضاعفات زي مثلا ان انا احس بهبوط وانا صايمه، او احس بهبوط قبل ما انام، او فتره النوم. طيب لما اجي افطر هعمل ايه؟ هقسم الفطار على مرحلتين. اول مرحله هتبقى تمر او كوبايه لبن واقوم اصلي. بعد ما اصلي هخش بقى على وجبه متوازنه فيها بروتين صحي، فيها دهون صحيه وكربوهيدرات والياف. احاول ابعد عن الحلويات الرمضانيه التقيله زي مثلا الكنافه والابتكارات الفظيعه اللي بتتعمل دلوقتي اللي بتخلي سعراتها في السماء، والقطايف وغيره من الحلويات والمشروبات المسكره. هحاول استبدلها بفاكهه صحيه مناسبه لمرضى السكر، تكون لو جلايسيميك اندكس، يعني فاكهه ما تعليش سكر الدم. نيجي بقى للسحور. مهم جدا يبقى فيه الياف وبروتين زي البيض والفول والزبادي. احاول احافظ على الميه ما بين الفطار والسحور لان دي حاجه مهمه جدا. كمان هحاول احافظ على حبه رياضه خفيفه كده بعد الفطار. اخر حاجه عايزه اقولها لكم ان الاعتدال هو المفتاح، بمعنى ان حتى الاكل المفيد لازم اكله بكميات مناسبه لإلا هيبقى ضار. هحط لكم تحت الفيديو لستة بالاكلات المفيده اللي نقدر ندخلها في اكلنا، ولستة بالاكلات الضاره اللي هنحاول نبعد عنها. لايك وشير وافتكروني بدعوه حلوه. كل سنه وانتم طيبين.